كمان سريعا، ثورات مصر وتونس وليبيا واليمن هي ربيع عربي أم مؤامرة خارجية؟ لا، مؤامرة 100%. هنكذب على بعض وهنكذب على الناس. طب ما مؤامرة ومؤامرة ومؤامرة، اللي مش عاجبه هو حر. حتى سوريا؟ مؤامرة. حتى سوريا؟ هقول لك حال، طبعا مؤامرة، أكيد سوريا مؤامرة وليبيا مؤامرة، كله مؤامرة طبعا، وتونس مؤامرة. وشو الهدف من هقول لك حاجة، هي جت هم لعبوها في توقيت الشعوب تعبانة. مين اللي لعبها؟ القوى الخارجية أكيد. مين القوى الخارجية؟ لا كله بقى، بالناتو، بأمريكا، بإسرائيل، مش هنكذب على نفسينا يعني. شو الهدف؟ ما هي واضحة يعني. شو الهدف؟ تقسيم هذه الأمة العربية، تقسيم هذا الوطن العربي بالرشاش اللي فيه، بكل الثروات اللي فيه، بتروله، بيورانيومه، بحديده، بشمسه، بطاقته، بدنيا، بشعبه، بشبابه. ليش الشباب اللي بيتشرد السوريين اللي عم بيروحوا لألمانيا وتعالوا الألمان واخداهم بصدر رحب حبا فيهم؟ لا، ما أوروبا القارة العجوز معروفة، أوروبا قارة خلصانة يعني. طيب يعني تقنعيني إنه دول يعني عايزين مصلحتنا؟ لا، مؤامرة. نعم مؤامرة. وكيف برأيك رح يكون ختامها، بأنه بتتابع السياسة وبتحلل؟ أنا واثقة في شعوبنا. شو بتتوقعي مثلا؟ فلنتوقع سوريا، كيف تنظري للمرحلة المقبلة؟ لا، سوريا وضحت خلاص، وهي باينة خلاص، وهي روسيا واللي بيحصل ودعم روسيا ليها، ودلوقتي فرنسا نفسها قالت لك احنا عايزين بشار يقاتل معانا، او الرئيس بشار، والجيش السوري، وتحية للجيش السوري على هذا الصمود، صمود قوي جدا وتاريخي جدا. شو بتقولي للمعارضة؟ بقول لهم والله لو عايزين مصلحة بلدكم خشوا مع البلد. هل هن مظبوط من لكن اعارض وانا هناك؟ هل هن من ابناء انا ما اعرفش اعارض بلدي وانا بره، لا اعارض جوه البلد.